في ناس بتقول انا مش بحس باي حاجه، ودي مش بلاده ولا برود، ده جهاز عصبي بيحاول يحمي نفسه. لما الاجهاد بيستمر فترات طويله الدماغ بتعمل حاجه غريبه، بتبدا تقلل الاستجابه العاطفيه على مستوى المشاعر، مش لانك خلاص بقيت بارد او اتغيرت، ولكن لان الجهاز العصبي بيدخل في حاله من الحمايه. في العلم ده اسمه emotional numbing او تخدير العاطفي. بيحصل لما الكورتيزول هرمون التوتر بيتراكم لفترة طويلة، وبيأثر على مناطق في الدماغ مسؤولة عن الانفعال والتواصل العاطفي. طب والنتيجة؟ حد قريب بيكلمك وانت مش قادر تتفاعل، حاجة كانت بتبهجك ولكن مش بتحس بيها دلوقتي، بتعمل اللي عليك بس من جوه فاضي. دي مش علامة ان انت كده خلاص اتغيرت، ده علامة ان الجسم والدماغ وصلوا لمرحلة محتاج فيها تدخل. خليك فاكر ان احيانا الشعور باللا شعور هو اعمق انواع الالم. لو حاسس انك انت بتعيش على الاوتوماتيك من فترة، ده يستاهل تقييم.